السلام عليكم. قبل ما نبدا لكم الحكايه ديال اليوم كنتمنى اللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. انا سميتي نجلاء. ما عمري ما نسيت النهار اللي خلاتنا فيه ماما، ولا اليوم اللي رجعت فيه من بعد عامين. كانت عندي 10 سنين. ملي فقت ما لقيتش ماما، سولت بابا وقال لي هذيك الساعة مشات تزور جداتي، راها مريضة وانا راه خاصني نصبر حتى تجي، وراها تقدر تعطل علينا شي ايامات. كان كيقول مع راسو دابا ترجع، وكان كيتأمل باللي راها غادة ترجع وخا هي مشات مع واحد خدام عنده وما معروفش فين مشاو. قال لي هكاك حيت ما لقاش الطريقه اللي غادي يشرح بيها لواحد البنت اللي صغيره هادشي اللي جاري. ولكن ماما ما رجعاتش، واضطر بابا باش يقول لي باللي ماما راها فضلات حياة اخرى على هادي اللي كانت عايشاها معانا، وحنا راه خاصنا نهتموا بروسنا بلا بيها. وكان مسكين حزين بزاف لدرجة نسيت انا الحزن ديالي ووليت كنواسيه وكنخفف عليه. وخا انا صغيرة وليت كندير الشقة على قد جهدي وكنجتهد في قرايتي، وخا هكاك ما تحسناتش حالته وبدا كيشرب وكينعس لمدة طويلة. وداك الشي علاش ولات كتجي عندنا جداتي اللي ما كانتش مريضة، ولات كتجي عندنا هكا مرة وهي ما تقبلاتش داك الشي اللي دارتو بنتها. اما بابا ما كان عنده حتى شي مانع باش تعاوننا الام ديال مراتو اللي خانته، وهو كان كيموت عليها. كان كيبغيها ملي كانوا مازال صغار، ملي كانوا باقين كيقراو، وكانت هي الحب الاول والاخر ديالو، وما عمرو ما فقد الامال باش ترجع ليه. وعمري ما سمعتو كيتكلم عليها بشي كلام خايب، وفوق هاد الشي ما كيخلي حتى شي واحد يقول فيها شي كلمة خايبة ولا يعايرها. ولا الحزن والبكا هو اللي مسيطر على دارنا. ومن بعد عامين ديال العذاب حتى دقت ماما الباب ديالنا. ملي حليت وشفتها واقفة قدامي ومبتسمة وحدها الباليزة ديالها، بقيت مجمدة في بلاصتي وهي تقول لي هانا رجعت. بغيت نسد الباب في وجهها، ما حملتش النبرة ديال صوتها، بحال اللي زعما غابت غير نهار واحد. ما حسبات لينا حتى حساب، لا لعذابنا ولا حتى شي حاجة اخرى، بحال اللي عادي دير هكا. ولكن بابا جا كيجري من الصالون وعنقها وبقى كيبكي وبدا كيتمتم وكيقول كنت متأكد من هاد الشي، كنت عارف باللي غادا ترجعي. دخلت الوالدة للدار من بعد ما باستني في جبهتي ومشات للبيت النعاس كتقاد في حويجها. مشى لعندها بابا وبقاو تما شي ساعة. مشيت كنجري اتصلت بجداتي وقلتها ليها، وهي تغوت وقالت الفاسدة جات. من بعد ما ماما تصرفت عادي بحال لي ما عمر ما وقعت شي حاجة. سولاتني واش انا كنقرا مزيان بحال ما كدير اي جارة ولا شي ضيف، وبقيت كنشوف فيها وانا مستغربة. وقلت ليها غبرتي كاع هاد السنين وهاد الشي اللي بان ليك تسولي عليه، واش ما عندكش العقل؟ وهو يغوت عليا بابا وقال لي سكتينا، وقال لي راه خاصك تحترمي ماماك. دخلت لبيتي وبقيت كنبكي. اويلي اشنا هو هاد الشي؟ كيفاش بابا قبل باش ترجع ليه مراتو بهاد الطريقه هكا؟ ما سمعتو لا غوت عليها ولا كيطلب منها شي تفسير ولا حتى اي حاجه. واش حتى هو ما عنده عقل او لا ما عنده كرامه؟ وجات جداتي وخدات بنتها للبيت وبقات كتغوت عليها وكتعاير فيها وكتنعتها بألف سمية.
وجاوباتها ماما وقالت ليها ماشي شغلك، وباللي راجلها راه راضي من اللي رجعات. وهي تسولها جداتي وعلاش رجعتي، واش مل منك ولاحك؟ قالت ليها ماما لا انا اللي مليت منه. وهي تقول جداتي كيفاش قدرتي تخلي بنتك هكا؟ جاوباتها مالها راها كيف ما كتشوفي فيها، صحيحة فصيحة ما خاصها حتى شي حاجة. وهي تقول جداتي وحالتها النفسية ما فكرتيش فيها؟ ولا كان همك غير تدوزي الوقت مع راجل جديد؟ وقالت ماما اديها في راسك امي، ها انا جيت. وكملت وهي كتضحك، ولكن راه دوزت اوقات زوينة. خرجت جداتي مفقوسة من البيت ولقاتني قدامها واقفة وعنقاتني وهي كتبكي، وقالت لي شوفي ماشي قاع النساء بحال امك، ولكن راه هي الخيبة فيهم، وفاش غادا تكبري غادا تعرفي هادشي لراسك، وبلا ما تحاولي مع امك راه غير كتضيعي في وقتك. وكانت جداتي على حق، تصرفات ماما ما كانتش معقولة، ولكن ردة الفعل ديال بابا هي اللي كانت غريبة بزاف. ما سولها لا على اشنو دارت في هاد السنين اللي دازت، ما تقلق منها، ما طلقها، ما والو، بالعكس غير رجعت ورجعت ليه الحياة، ولا لاباس عليه في صحته، كان خاصو غير الحب ديالها. اما ماما تعاملات معانا بحال اللي ما عمرها ما خرجت من الدار، بحال ما كانت زمان، وبحال اي زوجة مثالية وام حنينة، لدرجة ولا كيبان ليا داكشي اللي داز غير حلم مزعج. حتى لواحد النهار وهي تغبر عاوتاني، ولكن هاد المرة ما تفاجأتش، ورجعت كندير الشقة في الدار عادي، وجدت الفطور لبابا بنفسي. اما هو بقى غير جالس وكيشوف في الحيط وساهي وساكت. وقلت ليه واش كنتي مصدق انها عمرها ما غتعاودها مرة اخرى؟ كول 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 فطورك قبل ما يبرد. ورجع الحزن عندنا من جديد لدارنا، ورجعات جداتي كتعاوننا كيف ما المرة الفايتة، ولكن انا ما كنتش مهتمة بزاف بحال ما بابا. مسكين رجع كيسكر وكيبقى غير كيبكي، وولات حالته حالة. وداز تقريبا شي عام، ووليت كنشوف بابا ما بقاش كيف ما كان، ولا شوية فرحان، وتحسنات الحالة ديالو. الوقت اللي كنت كنظن باللي ما عمره ما غيبقى يضحك، ولكن الحمد لله. وما قدرتش نسولو على السر ديال هاد التغيير، كان المهم عندي هو نشوفو سعيد. وحتى جداتي ردات البال وقالت لي هاد الشي ما ديرو غير شي مرا، حتى حاجة ما كتخلي الراجل ديما مبتسم من غير مرا. كندعي الله باش يكون نسيبي تغلب على حبه لعمل بنتي، هو انسان مزيان وكيستحق مرا حسن من ديك قليلة الحياة ديال بنتي. ووليت غير حاضية بابا باش نتأكد من نظرية جداتي، ولاحظت كيفاش كيبتسم وهو كيشوف في التليفون كيف ما كيديروا المراهقين، والاجتماعات ديالو كترو. وما كرهتش نبارك ليه حيت لقى مرا جديدة، ولكن ما كنتش كنتدخل فيه، وبقيت غير حاضيه. ودازو شي 3 شهور تقريبا، وجا لعندي بابا وقال لي راه غتجي عندنا واحد الضيفة غادا تعشى معانا. وفرحت بزاف حيت قالها ليا، وقلت ليه انا مشوقه نتعرف عليها. وهو يعنقني وقال لي من حقنا نبداو من جديد ياك. شكرا بزاف بنتي. وجات عندنا المرا وكانت ظريفه وزوينه وباينه كتبغي بابا بزاف. دوزنا وقت زوين، وقلت ليها راه خاصكي تجي عندنا مره اخرى. وهذا الشي فرح بابا، وداروا الخطبه وكتبوا العقد وحدوا نهار العرس، وبدينا كنوجدو وحنا فرحانين. وكانت معانا حتى جداتي بحال اللي كتزوج في ولدها ماشي نسيبها. عاد جات ماما
كيف ما دارت في المرة الأولى. تجمدت في بلاصتي وخفت لا بابا يجي ويشوفها ويرجع يتفكر حبو ليها. هاديك الساعة ما كانش في الدار وما خليتهاش تدخل، خليتها واقفة عند الباب وقلت ليها رجعي فين كنتي يا ماما، ما بقيناش باغينك. وهي تقول لي هادي راه داري وندخل ليها وقت ما بغيت. جاوبتها لا لا لا، ما بقاتش دارك وماشي انتي مولاتها. واش ما كفاكش داكشي اللي درتيه لينا؟ تمشي وتجي وقت ما بغيتي بحال شي درية صغيرة. واش ما كتحشميش من راسك؟ وقالت كيفاش كتكلمي مع امك بهذه الطريقة؟ قلت ليها امي انتي ماشي انتي مرا خفيفة وكتبغي غير راسك. الام راه هي اللي كتهتم بعائلتها وكتقابلهم. انتي وحده ما كنعرفهاش وانا ما كندخلش الناس اللي ما كنعرفهمش. وفوق من هاد الشي بابا راه غادي يتزوج وما غاداش نخليك تدمريه مرة اخرى. وهي تقول غيتزوج؟ اذا خاصني ندخل ونجلس. قلت ليها والله دخلتي اقسم بالله يا تنحول حياتك الجحيم. سيري في حالك حسنلك، رجعي عند هادوك اللي كنتي عندهم. هاد الدار نقية وما عندكش البلاصة فيها. وهي تقول لي حيدي انتي مازال ما كبرتي باش ديري اللي بغيتي. قلت ليها لا لا لا، راه كبرت بالزربة بسبابك، وإلا ما صدقتينيش غنفاجئك بهداك الشي اللي غادا ندير. وبقيت كنشوف فيها لدرجة تراجعات اللور وبقات ساكتة وهي تمشي في حالها. وما قلتش لبابا رجات ماما، ولكن قلت ليه راه خاصو يطلقها باش يحافظ على حب عروسته. وهو سمع ليا، وهكا ما بقاتش تقدر تقول راه الدار داري. وتزوج بابا وكانت مراته ظريفة بزاف. وتأكدت باللي راه كلام جداتي صحيح، ماشي قاع نسى بحال ماما. وما بقينا سمعنا حتى شي حاجة على ماما وما كنعرفوش حتى هي فين ولا اشنو كدير. وهكا حسن قاع ولا عندي اخ وكنبغيه بزاف كتر من اي حاجة. ومرات بابا دايراني بحال بنتها، ما كتخلي اشنو دير عليا. والاساسي من هاد الشي كامل الواحد راه يقدر يمحي الاخطاء ديالو ويبدا من جديد. وهذه هي حكايتي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.